يا صباح الفل وصباح التفاؤل وصباح الأمل. نهاركم سعيد الفل إن شاء الله. كان بالحب والسعادة والأمل والتفاؤل. شوية أجنحة هنعملها بطريقة مختلفة وجديدة خالص. بس في الأول ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. بحبكم ويلا بينا نبتدي الفيديو. طريقتنا النهاردة سهلة وسريعة ولذيذة وجميلة جدا وطريقة جديدة. طريقة أجنحة الدجاج هنعملها بطريقة لذيذة حلوة قوي هتعجبكم قوي. بس لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وندوس على الجرس المليان، وطبعا ما ننساش اللايك. مقاديرنا بتاعة الوصفة الحلوة الجميلة بتاعتنا النهاردة اللذيذة. معانا قشطة، دي قشطة علبة قشطة هناخده منها بتاع 4 معالق. لو ما عندكيش قشطة في زبادي نعمل بديلها الزبادي، هتبقى حلوة قوي برضو نفس يعني هتديكي نفس النتيجة. 4 معالق قشطة كبار حلوين كده يدوا كده مزازة حلوة للجناحة. معانا معلقة توم مفروم، توم هنفرموه ناعم كده شوية. ومعانا ليمونة بس ناخد بالنا من البذر نشيله. معانا كمان معلقة خل، هنحطه معلقة خل. بعد كده هنحطه 3 معالق زيت، ادي اول معلقة، تاني معلقة وادي التالتة. هنبتدي بقى نحط البهارات بتاعتنا. ده معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر، كل ده معلقة صغيرة. جنزبيل، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة بابريكا. وهنرش رشة ملح وهنخلط المكونات دي كلها مع بعض. عايزة اقول لكم التتبيلة دي تحفة تحفة تحفة. التتبيلة دي كمان تنفع للشيش طاووق نعمله بيها صدور الدجاج. بصوا بتطلع تحفة. دي الجناحة بتاعتنا انا مقطعاها، شلت طبعا اللي هي من تحت دي بتتشال، حطيت اللي هي من فوق واللي في النص قطعتهم وطبعا مغسولين ونقعتهم في خل وملح وليمون. هنحطهم في الخلطة دي كده كويس، هنغرقوهم كده بالخلطة والتتبيلة الجميلة بتاعتنا اللذيذة ديت، وهنحطوهم في التلاجة ساعة. اكتر من كده ماشي، اقل حاجة ساعة تمام. طلعناها من التلاجة، عدى ساعة وطلعناها من التلاجة. هنحط شوية زيت بس ما نزودش الزيت. انا هنا حطيت كتير، انتوا قللوا يعني بتاع معلقة زيت كده، ما تكتروش لان هي فيها زيت. لما عملتها على البوتاجاز نزلت الزيت اللي فيها. هننزل بالخلطة كلها بالتتبيلة بالجناحة بكله، هننزل فيه بيه في الطاسة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. ما ننساش اللايك يا جماعة. عايزه اقول لكم طلعت طعمها خطير خطير، عجبت جوزي جدا. هنسيبها على النار بتاع نص ساعة، هنبقى نتابعوها. هنغطيها ونسيبها 10 دقايق، نشيل الغطا نبص عليها نقلبها. بصوا الزيت مطلعاه ازاي، لان انا كنت حاطه فيها زيت فعشان كده بقول لكم مكتروش الزيت. هنتابعها كل 10 دقايق، نشيل الغطا ونقلبها عشان ما تلزقش مننا في الطاسه. بصوا لما بتقلبيها بتلاقي الجنب التاني ابتدى يحمر. كل 10 دقايق نقلبها نغطيها ونفتح الغطا نقلبها نبص عليها ونقلبها نبص عليها ونقلبها لحد ما تحمر معانا. هنا مراحل التحمير معايا اهو، شايفينها شوية. بحط الغطا وبعد 10 دقايق بشيلها واقلب فيها. بصوا بتحمر ازاي، زي ما احنا شايفين بالطريقة ديت. وعايزة اقول لكم يا جمال الصوص دوت تحفة تحفة، لذيذ جدا، طعمه حلو قوي يا سيدي على الصوص وجماله. الصوص بتاعها ده تحفة تحفة تحفة، هيعجبكم قوي. هنا كده استوت معانا. بصوا هنا بقى تحفة تحفة. هنا الجنيحة استوت معانا. هنرصها بقى في التقديم، في طبق التقديم بتاعنا. ده طبق التقديم بتاعنا هنرصها. وعايزة اقول لكم استوت وطالعة تحفة تحفة تحفة.
هنزينها كده بشوية بقدونس على الوش. يا سيدي على الجمال. يلا بقى كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. سيبوني بقى كده امسكها كده واحطها في صوص الكاتشب دوت وادوقها. بصوا مستوية وجميلة ازاي، بصوا استوت حلوة قوي وجميلة. بصوا نحطها في صوص الكاتشب بتاعنا، يا جمال طعمها. جربوها بقى. بشكركم جدا لاستماعكم للفيديو. استنوني في فيديو جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم وطريقة الجناحة الجديدة. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وأكلة جديدة، وباي باي.